عليكم بكل خير واهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الاجواء الممتعه جدا التاريخيه جدا هنا في دوله الامارات، هنا في العاصمه الغاليه ابو ظبي، هنا في استاد محمد بن زايد، هنا في امسيه ليست كبقيه الامسيات الكرويه. هنا نعم، هنا تحضر الارجنتين، هنا تحضر التانجو، هنا يحضر ليونيل ميسي، هنا يحضر منتخب الامارات الوطني، هنا مباراة للتاريخ. نعم، هي الاولى تاريخيا ما بين دولة الامارات وبين الارجنتين، وفي اجواء من الفرح، وفي اجواء من السعادة، وفي اجواء من المتعة، وفي اجواء من الابتسامة التي تعلو هنا الجميع. لاعبو منتخب الامارات فعلا في فرصة تاريخية امام منتخب بقيمة الارجنتين وامام لاعب اسطوري بقيمة ليونيل ميسي. للظهير الايسر اكونيا، هذه محاولة كرة تلعب ولكنها مرت للامام. نحن اليوم ما قبل بالمناسبة كرة فيها سرعة كبيرة الان لمنتخب الامارات من حارب عبد الله السهيل خارج الملعب، رمي تماس، لاعب خبير ولاعب شاب صغير 19 سنة امام ميسي في هذا المكان. الدقيقة الثامنة، العرضية الخطيرة الجديدة، كرة تلعب خطيرة للأرجنتين ولكن ريال مع ليونيل ميسي، هذه كرة تلعب خطيرة وللأمام ولكن طالت على ليونيل ميسي، طالت على ليونيل ميسي، وصلت عند خالد عيسى. وشوف هو دائما هكذا بدون خوف باتجاه علي لديبول في الكرة الماضية، تذهب وتعود، وهذا انخل دي ماريا، هذه الكرة تلعب بهذه الصورة، ابعاد، برافو، مباراة بلا خسارة، كرة تلعب وتصل لميسي عند خالد عيسى في الكرة الماضية. يحسب ايضا طبعا خليفة الحمادي انه ما ترك ميسي. شوف هذا الحذر، ميسي يرسلها ويسجل، الارجنتين تسجل الهدف الاول من الفارس. كانت لنا نعم، المحاولة الخطيرة كانت لنا، لكن من مرتدة نحن فتحنا، وصلت الى ميسي، نقلت للامام والكرة الى ضربة ركنية. احد تصاريف السحر، هو محاولة مستمرة ولا زالت قائمة ايضا، والتسديدة لليونيل ميسي، المرور في الكرة الماضية لكن تبعد وتصل خط كرة لصالح الارجنتين، تلعب عالية، ابعاد، تسديد، الله دي ماريا الجودة كما يجب ان تكون، الجودة الارجنتينية، الجودة الكروية. نقلت هنا باتجاه دي ماريا عن طريق كرة فيها محاولة المرور، ميسي يسدد واصطدت ووصلت الى خارج الملعب في تلك اللحظة. هذه محاولة، هذا ميسي سددها في المسافات، كل المسافات، ضربة حرة مباشرة تلعب، الدولي كرة لعبت ونقلت وخطيرة وفرصة هدف ثالث للأرجنتين، وأنخل دي ماريا نعم يقدم مباراة ممتازة، أنخل دي ماريا ويسجل. هذا اللي معذبنا في الشوط الأول، كرة تلعب للأمام وميسي بالراس، لكن خالد عيسى سأقول لأحد دائما يفكرون في ميسي، مرور، التسديد، الله يسجل. وانا قلت تسجيل الاهداف عند ميسي مثل شرب الفناجيل، نعم هدف رابع للارجنتين. حكم مباراة ابراهيم نور الدين، المباراة التي بدأت في اول 17 دقيقة بصورة جيدة، بعد ذلك كانت لنا محاولة هنا طبعا الاهداف جوليان الفاريز عند الدقيقة 17، انخل دي ماريا مرتين، واحد من افضل لاعبتنا. الله كان ممكن يدونها للتاريخ، كان ممكن يسجلها للتاريخ، كرة جميلة خذ وهات، لكن حارب الله. كافئ هذا الشاب على اداء جيد في مباراة اليوم، خطيرة في انطلاقة جميلة، وهو اداء واثق من نفسه، والكرة تلعب مفترض
ان اتحاد كرة القدم كرة تصل، وهذا المكان فيه تقدم بالفعل اخوتي عبد الله حمد في الكرات الماضية. حلوة الفكرة واخذوا هات، لكن دائما موجود ايضا لاعب المنتخب الارجنتيني ليساندرو، وفي انذار على ليساندرو لاعب مانشستر يونايتد بالمناسبة. ليساندرو مارتينيز هذه انطلاقه الان للامام، محاولة خطيرة والكرة ونسجل في مرمانا. نحن اللي سجلنا اعتقد في مرمانا. الهدف الخامس للمنتخب الارجنتيني، الهدف الخامس للارجنتين في مرمانا بعد مرور ربع ساعه. سجلوا علينا الشوط الاول حالي. مرور جميل، الله حلوه هدف. اوهو كان ممكن تسجل يا علي مضبوط، ترك ارضيه الملعب. ميسي عند الكره الان، حلوه تكمل. الله كان ممكن جدا نسجل.